Shut down the satellite. We can manually tap into the central. Well, I'm glad we can help. You can help out. هلو شريف، نقطة مهمة جديدة لو اختارت تقبلها. المهمة دي خطيرة ومحتاجة تركيز. Mission Impossible نزل والآراء فيه منقسمة بين حب وكره. مطلوب منك تروح تشوف الفيلم وتعمل ريفيو عنه. كالعادة لو فشلت أو الفيديو ما كانش ترند احنا منعرفكش. ده آخر تحذير. الرسالة دي هتتدمر خلال 5 ثواني. بعد 29 سنة من الأكشن والمطاردات والنط على القطر والجبال، إيثان هانت بيقفل السلسلة. بس هل النهاية على قد التوقعات ولا السلسلة كانت تستحق نهاية أقوى من كده؟ هات مشروبك معايا بقى ويلا بينا. مبدئيا الفيلم الآراء فيه مش ثابتة، هتلاقي ناس بتمدح فيه قوي وناس مش عاجباهم خالص. الفيلم بيكمل على نهاية الجزء اللي فات. إيثان هانت بقى معاه المفتاح، بس لسه مش عارف بالظبط فين مكان الغواصة وإحداثياتها. في نفس الوقت جابرييل هرب والكيان بيزداد بقوة أكبر وبيسيطر على بلاد كتير، وكالعادة بيبقى فيه مهمة انتحارية مستحيلة لإيثان هانت. نشوف هل هيقدر يعديها في الفيلم ولا لا. تقريبا نفس الكاست بتاع الفيلم اللي فات ما عدا ريبيكا، واللي كلنا عارفين ليه. لو انت لسه ما شفتش الجزء اللي فات، طب انت لازم تكون اتفرجت على كل الاجزاء اللي فاتت عشان تتفرج على الجزء ده. الحقيقه لا خالص، هو اكتر من مره وفي كذا مشهد بيقعد يحكي لك عن تاريخ السلسله وكل اللي حصل في الاجزاء اللي فاتوا. ده حتى كمان في شخصيات ظهرت معانا في اجزاء قبل كده بتظهر معانا في الجزء ده. هو ليه ميشن امبوسيبل مميز، او احنا ليه لحد دلوقتي بنحبه؟ حاجه من اكتر الحاجات اللي بتخلي السلسلة دي عايشة لحد النهاردة هو كالعادة توم كروز، اللي بيعمل المشاهد الخطيرة بنفسه وهو عنده 62 سنة. والله أنا اللي عندي 62 سنة، ومبينين ده بقى جدا في كل مشاهد الفيلم. هتلاقي مشاهد الأكشن كده متصورة بإبداع، خصوصا لما تتفرج على شاشة أي ماكس. الفيلم بيكافئك جدا بصريا في كل مشهد تقريبا. طب هل الألاعيب بقى اللي احنا متعودين عليها في كل جزء موجودة في الجزء ده برضو لا، اتعملت مرة واحدة بس في الجزء ده وما كانتش مؤثرة. طب هل ده عيب؟ انا كنت شايف انه لا، انا تمام خالص مرضي، ما عنديش اي مشكلة. نجدد علشان الموضوع ما يبقاش ممل بعد كده، رغم ان ده التريد مارك بتاع السلسلة، بس نعديها. ايه ما كانت الجزء ده عن اللي فاتوا؟ هل مثلا الجزء ده احسن جزء في السلسلة؟ لا. طب هل احسن من الجزء اللي فات؟ لا. طب هل هو احسن من اخر 4 اجزاء؟ برضو لا. طيب ما ده معناه بقى ان الفيلم وحش؟ هقول لك لا، الفيلم حلو جدا وهتستمتع جدا بصريا، خصوصا في الجزء بتاع الغواصة. من عيوب الفيلم اللي ضايقتني الاجندات السياسية، واللي هيشوف الفيلم هيفهم قصدي. الفيلن في الجزء ده ضعيف زي بالظبط الجزء اللي فات، بس توم كروز وباقي التيم قدموا عظمة زي كل مرة. الجزء الأخير من السلسلة ممكن ما يبقاش الأفضل. هو أصعب حاجة عموما إنك تقفل سلسلة محبوبة زي دي بنهاية ترضي الجميع، لكن أنا رغم كل المشاكل والغباء اللي حصل كده في كام مشهد، يعني أنا كنت مبسوط جدا في السينما وما عنديش مشكلة خالص مع أي حاجة ضايقتني في الفيلم. أنا كنت باخد المكافأة على طول بعديها، وده يخليني ما أفكرش كتير في المشاكل. طب هل ده ممكن يكون عشان أنا اتفرجت على الفيلم اي ماكس ومزاجي حلو بقى ورايق وكده؟ يمكن عشان توم كروز والتضحيات اللي بيعملها في الافلام وفي السلسله دي عموما. الخلاصه، تقييم الفيلم ممتع جدا، حتى لو الفيلم ده مش النهايه الاعظم للسلسله. بس انت لما تفكر فيها كده، سلسله بدات من سنه 1996 اتعمل منها 8 افلام، ولسه تبقى محافظه على مستواها والاثاره اللي بتقدمها كل جزء عن اللي قبله، يبقى اللي عمل هنا يستحق الاحترام ونقول له ريسبكت. انت لو داخل عشان تنبسط بالفيلم وما تقعدش تقارنه بالاجزاء اللي فاتت، فانت هتتبسط، والفيلم ده معمول عشانه. وده ترتيبي للسلسله بعد ما عملت ري واتش لكل الاجزاء اللي فاتت قبل ما اخش الفيلم. ميشن امبوسيبل الجزء الثاني الاضعف بكل تاكيد في السلسله. الجزء الاول بدايه بناء العالم وفيلم كلاسيك كده، رغم ان هو ما كانش الاقوى في السلسله، بس جود ستارت. ميشن امبوسيبل الجزء الرابع، مشاهد بقى برج خليفه والتصوير واول ظهور لجيرمي رانر وباولا في السلسله. ميشن امبوسيبل الجزء الثاني،
واللي بعديها هيجي الجزء الثالث، افضل فيلن ومشهد افتتاحي في تاريخ السلسله. وبعدين الجزء السابع، اكتر مشهد مطاردات عربيات ضحكني في السلسله كلها. الجزء الخامس واول ظهور كان لريبيكا، واول التاتش عمله المخرج كريستوفر في السلسله اللي كمل لبعده. واخيرا افضل جزء في السلسله هو الجزء السادس، ميشن امبوسيبل فول اوت. تاني افضل فيلن، افضل تسلسل احداث ونهايه واكشن هيكون من نصيب الجزء ده. ده كان ترتيب انا للسلسله. قول لنا انت في التعليقات شايف مين الافضل للاوحش. قول لنا ايه رايك في الفيلم، عجبك ولا ما عجبكش. ده كل اللي عندي النهارده. كنت معاكم شريف اشرف ودي قناه شيكوسات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.